اهلا بيكم حلقه جديده مهمه قوي بعد غياب فتره، وراجع عشان خاطر النادي الاهلي وقصه امام عاشور. طبعا في وهم بيتصدر للناس دلوقتي ان امام عاشور جاي له عروض من اوروبا كتير والاهلي مش عارف يعمل ايه وهيجدد ولا مش هيجدد. هحرق لك الفيلم ده كله وهقول لك طريقه السكاوتنج بتاعه الانديه الاوروبيه اللي بناء عليها مستحيل ياخدوا لاعب زي امام عاشور. بس قبل ما نخش في التفاصيل ما تنساش السبسكرايب واللايك والكومنتات نتناقش فيها على حوار امام عاشور. وطبعا ما تنساش مشروبك السخن الحلو وانت بتتفرج، ولابتوب بقى انا كده عشان مش همنتج، انا هقول لك النقط اللي انا كاتبها ونتكلم فيها مع بعض. يوسفني يا صديقي اقول لك، لو انت فاكر انه بسبب الماتشين الحلوين اللي عملهم امام عاشور في كاس العالم او الجونين اللي جابهم او كامل اسيست او الحركات اللي عملها في كاس العالم دي هتلاقي انديه اوروبا بتجري وراه، ده وهم. مفيش نادي هيروح يتعاقد مع لاعب عنده 28 سنه واقصى مده ممكن يؤديها في مستوى عالي في دوريات كبيره في اوروبا هتبقى 3 سنين من دلوقتي اخره في اوروبا، ويطلع منها وهو عنده 31 سنه. فمفيش نادي هيروح يدفع 5 ولا 6 مليون يورو عشان يلعيب ل3 سنين ومش هيستفاد منه او اعاده بيع. فادي رقم واحد. تاني حاجه بيبصوا عليها الانديه بره في اوروبا غير السن هي طريقه انتقالات اللاعب. وهنا هنيجي لاهم مشكله اصلا عند امام عاشور في سجل انتقالاته. الراجل ده من 3 سنين ونص قبل ما يجي الاهلي كان في ميتلاند الدنماركي، راح له عن طريق الزمالك. قعد قد ايه في ميتلاند الدنماركي ده؟ 6 شهور بس. بالمناسبه ده مش كوبري، عشان وانت عندك قناعه ان ده كوبري، ده مش كوبري. مش ميتلاند اللي يبقى كوبري، ممكن بلغاريا عصام عبد المجيد يبقى كوبري، انما ميتلاند مستحيل يكون كوبري. ميتلاند اصلا دي بوابه حرفيا لاكتشاف المواهب، منها اكاديميه بتصدر اللعيبه لاوروبا. فهي بتجيب اللعيبه اللي زي امام عاشور وتجيب اللعيبه من افريقيا او حتى من انديه مش معروفه في اوروبا، تاخدهم عندها سنه ولا 2 وتبيعهم بمقابل مادي عالي لانديه كبيره في اوروبا. سورلوس مثلا لاعب اتلتيكو مدريد اللي مكفرني انا كبرشلوني بيعمل كان كده اصلا في ميتلاند الدنماركي. نفس السنه اللي امام عاشور كان فيها في 23 في ميتلاند كان معاه وقتها وينج ايطالي انا مش فاكر اسمه ايه. الوينج ده بيلعب في لاتزيو، يعني اشتريته ميتلاند مثلا ب 2 3 مليون يورو، بعته ب 14 15. فده كان اللي اصلا التارجت اللي المفروض يعملوه مع امام عاشور. متخيل ان الباشا ما استحملش يقعد هناك 5 6 شهور، وفي اخر ال5 6 شهور اللي هم المده اللي كان في ميتلاند اللي ما لعبش فيها حتى 7 او 8 ماتشات على بعض، في اخرها لما اتصاب نزل مصر عشان يتعالج. يعني انا بقى في الدنمارك واصبت مع فرقتي، بدل ما اتعالج مع الفرقه اللي انا فيها او الفرقه اللي صارفه عليا ومخلياني بني ادم، بنزل مصر عشان اتعالج واقول لهم اتاهل في مصر. ده باي منطق؟ نخش بقى على ثالث نقطه ودي برده مهمه. الفرق بعد ما بتشوف مستواه في كاس العالم وسنه وقيمته التسويقيه وهتدفع فلوس ولا لا وسجل انتقالاته، بتبص بقى لحاجه مهمه جدا، سلوكيات اللاعب. وهنا بقى بنيجي لاكبر مصيبه اصلا عند امام عاشور. انا هحكي لك كام واقعه لامام عاشور على مدار ال6 سنين اللي فاتوا يخلوا الناس تهرب منه، مش تقرب منه، تهرب منه. اول واقعه انت كده كده فاكرها لما كان امام في الزمالك، الراجل في السوبر بين الاهلي والزمالك اللي في الامارات فبراير 2020، بعد المشاكل اللي حصلت بعد الماتش فجاه لقينا امام عاشور بجزمته وعلى وليد سليمان. بغض النظر يعني ان ده موقف اصلا ما ينفعش يحصل من لاعب صغير قدام كابتن كبير في الفريق المنافس، الا ان امام عاشور عمله. اتوقف كام بقى من الاتحاد المصري لكره القدم وقتها؟ 10 ماتشات. يسكت بقى عم امام عاشور؟ لا، يكررها السنه اللي وراها على طول بقى في 2021 وتحديدا في ابريل، ماتش بين شباب الاهلي وشباب الزمالك على بطوله الشباب. امام بينزل من الفريست تيم اللي فوق يلعب الماتش ده ويبقى كابتن الفرقه. الزمالك بيكسب وبيفوز بالدوري، الباشا يعمل ايه بعد الماتش؟ يقود اوركسترا شتيمه وسب رموز الاهلي. خد عندك شتيمه لصالح سليم، شتيمه لحسن حمدي، شتيمه لاحمد شوبير، ويا باشا ما شاء الله يعني اوركسترا بقى، ما كان احمد عيد بقى وياسين مرعي، يعني كل اللعيبه اللي كانت موجوده في الاوركسترا دي الحمد لله دلوقتي موجوده في الاهلي. حاجه في منتهى الضحك يعني. عشان تقرر لجنه الانضباط وقتها في الاتحاد المصري ايقاف امام عاشور 12 ماتش. انت متخيل ان هو غاب عن 22 ماتش مع الزمالك في اول موسمين ليه عشان خاطر افعال ليه بره الملعب؟ ده مش منطقي. يجي الناس ويقول لك بعد تجربته الفشل بقى في ميتلاند هيرجع على الاهلي والاهلي هيقوم اللاعب ويحسن من سلوكه. والحقيقه بقى بصراحه عشان نجيب من الاخر، الاهلي لا حسن سلوكه ولا اي حاجه. واقعتين شهريتين مع النادي الاهلي برضو بياكدوا ان الراجل ده سلوكياته في الكنافه، مش موجود معانا. اول واقعه انت كده كده برضو فاكرها وقت وجود الكابتن محمد رمضان مدير رياضي للنادي الاهلي، بعد مباراه الاهلي واسك ابيجان في دوري الابطال فجاه والاهلي كسبان ومفيش اي مشكله خالص، فجاه يطلع لك امام عاشور من تحت الارض يتخانق مع محمد الشناوي. ولحد النهارده احنا ما نعرفش الكواليس اللي حصل ايه بالظبط، بس شفنا في الاخر الاهلي بيطلع بيان بتغريم امام عاشور 1,000,000 جنيه، وده كان رقم كبير قوي برضو وقتها. يعني مش المعتاد ان الاهلي بيطلع الارقام دي. برضو نقول لك خلاص الواد هيصلح من نفسه وهيبقى كويس، لحد بقى الواقعه الاكثر جدلا وكده كده اي نادي في الدنيا في اوروبا هيسال على امام عاشور هيعرفها في ثواني.
الواقعه دي اللي كانت في يناير 2026 لما امام بيه عاشور النادي الاهلي اللي بيصرف عليه ومخليه في احسن حاجه في الدنيا اجتماعيا وماديا وكل حاجه، بيقرر فجاه وفرقته رايحه تلعب يانج افريكانز في دوري الابطال، امام بيه عاشور انا مش مسافر معاكم، ما مش جاي، ما عنديش مود ان انا اسافر معاكم. ناس تكلمه في المطار الراجل نايم في البيت ما بيردش على التليفون، ويسافر الاهلي ويلعب ماتش يانج افريكانز ويتخلف امام عاشور عن السفر مع البعثه. وبعدين بعدها بشويه يفتكر ان هو كان مريض الصبح فهو ما قدرش، معلش يا جماعه اصل كنت تعبان. يا اسطى هي مش جمعيه يا اسطى، ده مش قلنا قبل كده اللفظ ده مش طابونه يا حبيبي. عشان يقرر وقتها كابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره تغريب امام 1.5 مليون، وان يتوقف عن تدريب مع الفريق الاول ويتمرن منفرد لمده اسبوعين. الاربع وقائع دول بتدل على عدم احترافيه لاعب زي امام عاشور، اكيد موهوب واكيد واحد من احسن الاسامي الموجوده في الجيل الحالي، بس الانديه اللي بره بتبص على حاجات كتير غير الكوره اللي جوه الملعب. سلوكيا امام صفر، انتقالات غريبه، موضوع ميتلين ده حاجه سودة في مشواره الكروي، سنه انه عايز يطلع دلوقتي اوروبا برضه من رابع المستحيلات. فوهم بقى فيلاريال او فالنسيا او الاسامي اللي بتتقال دي ان امام جاي له اوفرز من سيلتيك ومن انديه في الشامبيون شيب، ده وهم يا حبيبي، مفيش الكلام ده. مفيش نادي هيجي يدفع في لاعب 5 6 مليون يورو وهو عارف ان هو عنده 3 سنين وبعدها مش هيعرف يبيعه. طب هل بعد كل ده امام عاشور عنده عروض؟ لحد دلوقتي ما وصلش حاجه رسمي للاهلي، بس لو في عروض هتوصل للاهلي على امام عاشور زي ما قلنا مش هتبقى من اوروبا. ممكن الدوله الوحيده اللي يحصل منها كده تبقى الدوري التركي، تبقى اسامي معينه كده، يعني بتتكلم مثلا في انديه مش تكاش مثلا ولا في نربخشه ولا جالاتا سراي، هتلاقي انديه اقل من كده شويه. زائد ان الانديه دي مش هتدفع مقابل مادي عالي زي ما انت برضو فاكر، مش هيروحوا يدفعوا 6 7 مليون في لاعب جاي من الدوري المصري. فطاير اوروبا كلها، ممكن استثناء زي ما قلت لك تركيا. نخش على الاوبشن اللي وراه امريكا. امام عاشور اللي بيحب ياكل كبده من الشارع وجاله فيروس في الكبد بسبب اكله من الشارع، ما يعرفش يعيش في امريكا، عشان بس نخلص. فطاير اوروبا وطاير امريكا، خلاص كده احنا طيرنا اوبشنز دي، ناقص لك حاجتين، وده انا شايفهم بقى الحتتين الوحيدين ممكن يوم يجي له منهم عروض. بيراميدز في مصر لانه مش عارف يلعب في الزمالك خلاص وكده ماشي من الاهلي، فما عندوش غير بيراميدز في مصر او انديه في الخليج. والخليج ده بينقسم بقى، انت عندك السعوديه، عندك الامارات، عندك قطر. لو راح قطر عشان يعمل قرشينات، اعتقاد شخصي عشان انا بتفرج على الكوره بقالي كتير، يعني ان اي لاعب يروح قطر غالبا بينسى الكوره وبدنيا بيتعب. شفتها مع مين؟ شفتها مع وائل جمعه، شفتها مع مين؟ شفتها مع اكرم توفيق، شفتها مع مين؟ شفتها مع احمد فتحي، شفتها مع مين؟ حتى حمدي فتحي اللي حنك شويه في كاس العالم برضه شفتها معاه. فاللعيب اللي بيروح قطر او انديه قطريه ما بيقدرش بعد كده لما يروح منتخب بلده يجاري النفس، بيبقى فيه مشكله بدنيه كبيره لانه دوري هادي شويه ما فيهوش الريتم العالي. فحرقت لك كمان قطر، انت ناقص لك اوبشنين، يا السعوديه يا الامارات. السعوديه الكلام بقى بتاع اتحاد جده واهلي جده والكلام ده كله، انا احساس شخصي مش موجود، لان اهلي جده واتحاد جده والنصر والهلال خدوا محترفين وليفل الاحتراف عندهم مستوى عالي قوي. مش هيجوا يدوروا دلوقتي على لاعب من الدوري المصري. ده زيزو لما كان متنجم في الزمالك، متنجم هو الوان مان شو، جاله اليوم السعودي اللي كان درجه تانية وقتها. ففكره التصدير ان في انديه كبيره في السعوديه زي ما عاشور، انا احساس شخصي ده مش موجود. يبقى الاتجاه الوحيد اللي ممكن يجي الامام منه عروض هو الامارات. كل الفرشه دي وكل الكلام ده عشان اقول لحضرتك فكره انه بيتصدر ان امام جاله عروض مستحيل يا جماعه. امام بيضغط عشان ياخد اعلى مرتب في الاهلي، امام بيضغط عشان ياخد امتيازات عن زيزو، ده افهمه. انما فيلا ريال ولا فالنسيا ولا اصل جاي سيلتيك ولا جاي ويست هام في الشامبيون شيب ولا كوفنتري سيتي، مفيش الكلام ده يا معلم. مفيش نادي عاقل هيمسك ورقه وقلم هيعد افعالك اللي بره الملعب، بره عن مستواك الفني اللي هو ساعات بالمناسبه متذبذب وساعات كتير بتتعور. يعني انت في كتفك اليمين عندك اصلا اصابتين، يعني عملت يعني اصابتين ورا بعض في نفس الكتف، فحتى على صعيد الاصابات عندك هيستوري. يعني فاي نادي بيمسك سلوكيات اللعيب والهيستوري بتاعه في الانتقالات وكل الكلام ده بيجمعه على بعضه، هيلاقيك لا يصلح. فماشي اتفهم ان هو بيضغط عشان ما يتش بقى كلامي كتير، بيضغط علشان ياخد مرتب كويس في الاهلي او ياخد اعلى مرتب في الاهلي، متفهم. انما بقى انه اصل ادم وطني يجيب له ريال مدريد، اصل ادم وطني يجيب له برشلونه، لا، ادم وطني يحل مشاكل مصطفى محمد ومحمد عبد المنعم الاول وربنا يكرمه، انما مش هيجي يصدر مشاكل الاهلي. طولت عليك وده ما كانش المعتاد، رجعت بس ان الفيديو ده كان مهم قوي يتعمل. بكره على طول ان شاء الله هنزل لك فيديو ترشيح للاعب رقم 6 مميز جدا برشحه للنادي الاهلي، وبعدها بيومين ترشيح لرقم 6 برده مميز للنادي الاهلي. عشان نخلص بقى من محمد بن رمضان واليو ديانج اللي مشيوا دول، هجيب لك شويه ترشيحات حلوه، ارقام بقى واحصائيات ولقطات. يعني ان شاء الله هيعجبك الكونتنت اللي هينزل. في الاخر ما تنساش زي ما قلت لك، لو اول مره تشوفنا سبسكرايب، لايك لو عجبك الفيديو، كومنت بقى بتاعك ده مهم قوي عشان نتناقش في حوار امام عاشور ده، وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد.